كنقول الله يرحمك الوالده، الله يرحمك وسمحي لينا بزاف اكثر من اي واحد في الدنيا. عائله بغات تبنى محمد، شنو غيكون شعورك اللي جات العائله ودات؟ ما كنتش هذيك غنتاثر بزاف. بعيدا عن التفاهة، هاد المرة غادي نكشفوا على حياة دار الأيتام وكيفاش جعلتهم الأقدار والظروف يعيشوا بعيدا على وسط عائلي اللي يحضنهم ويكون بهم. نبداو مع هاد الفيديو في مصر اللي كيوثق لحظة تخلي واحد الأم والأب على بنتهم اللي مشاو حطوها في باب واحد الخيرية كيف ما كتشوفوا وهربوا، ولكن لحسن الحظ الشرطة من خلال الكاميرات قدرت توصل الهوية ديالهم وداروا معهم اللازم. وبحال هاد الأفعال باش كتبدا قصة الطفل المتخلى عليه. وكاين الأفظع وهي فاش كيسمحوا فيهم حدا النفايات أعزكم الله بلا قلب وبلا رحمة وبلا ضمير كيف غتسمعوا دابا. هاي شنو قصتك؟ حور ان شاء الله راح تروح العائله كريمه، ضم راح ياخذوها عائله من عائله الحمد لله. والله يعني مرميه بالنفايات. ولكن ماشي بالضروره يكونوا الوالدين اللي كيخليو ولادهم عرضه للتخلي. في بعض الحالات كيكونوا الوالدين توفاو والوليدات كيلقاو راسهم عرضه للشارع، لا حنين لا رحيم لا عائله اللي تجمعهم، بحال محسن اللي نخليكم تسمعوا قصته. توفات الوالده ديالي، خرجت من تما للزنقه، مشيت عند جداتي ما قدتش علينا كاملين، خرجت انا وخوتي للزنقه. اختي اللي غادا بها خالتي كطلب، كون كانت الام ديالي ما تخليهاش تطلب بها. وكاين اللي خلاته قساوه الظروف ما يقدرش يعيش الطفوله ديالو بحال كاع الوليدات، وكتلقاه كيهضر بحال شي شاب عنده تجربه كبيره في الحياه. الخيريه وشوف شنو كيوقع تما في الخيريه، تلقاه كثر مليوحين تما ما عندهمش الوالدين. بغيت تعرفوا اليتيم شنو كيجرى فيه، خاصكم تمشيو تشوفوا في عينيه، كيشوف والديك الروح ديالك كيمشي. مع الاسف ماشي غير الظروف اللي كتكون ضد هاد الفئه من المجتمع، في بعض الحالات كيتعرضوا حتى لسوء المعامله من طرف المؤسسه المسؤوله على رعايتهم، كيف ما وقع في السعوديه فاش بزاف البنات تعرضوا للعنف وحده منهم صورت هاد الشيء بالدليل، ولكن ما كاين حتى تصريح اللي كيوضح سبب الاعتداء لحد الان. وحتى في المغرب سبق وخرجت واحد الحاله وعرات على واقع المؤسسه الخيريه اللي عايشه فيها، فاش سجلت فيديو للبيت اللي هي نازله فيه والوضعيه المزريه ديالو، الشيء اللي تسبب ليها طبعا في التهديد بالطرد. من عرفوا الدراري داروا فيديو هبطوني لتحت وقالوا لي غتخرجي في حالك وانا ما عنديش فين نمشي، الله ياخذ فيهم الحق، انا ما مسامحش ليهم. واش نمشي للزنقه؟ انا باقا صغيره، انا باقا ما شديتش الباك ديالي، يلا عندي 16 عام. ولكن اش كيوقع للنزلاء الخيريات فاش كيوصلوا ل 18 سنه؟ مع الاسف وكيف كتشوفوا الاغلبيه منهم كيلقاو راسهم في الشارع، واخا المسؤولين كيحاولوا ما امكن يوفروا واحد الخدمه مستقبلا تحت مسمى خدمه الكراء الاجتماعي اللي غتوفر الرعايه الاجتماعيه ليهم حتى يقدروا يلقاو عمل قار. هاد الناس ما درنا لهم حتى حاجه، باغيين قال لك 18 عام، القانون الداخلي ديال المؤسسه قال لك من 18 عام الفوق خاصهم يخرجوا ما يبقاوش. حنا ما عندنا حتى شي حد. وبزاف د المؤثرين مشاهير هاملين بحال هاد الفئات وهاد الحالات وكيشاركوا مع الناس حياه الرفاهيه ولا حياه المعاطيه اللي ما كتفيد المتابع بوالو. كنتمنى يديروا التفاته لهاد الفئات مره ويدخلوا لقلوبهم الفرحه ويشاركوا هاد الشيء معنا، حيت هذا هو التاثير الايجابي كيف ما دار الفريق الوطني مؤخرا في طنجه. وبالرغم من الظروف الصعبه اللي تفرضت على هاد الاطفال كاين الامل وكاين قلوب عطوفه اللي تقدر تعوضهم على كل شيء، بحال هاد السيده تحيه ليها اللي تبنات جيهان بالرغم من المرض ديالها، وغنخلي قصتها هي مسك الختام لهاد الفيديو. تكفلت بجيهان منين ولدتها امها البيولوجيه، ولدات في طبيب سيزاريان، عطاوها لي داك الليله من الكرشه ليدي. جيهان عندها الماء في الراس وعندها الدم في الراس وعندها تشوه خلقي في المخ. انا بنتي كيما دخلت الطبيب بها هزه في يدي بغيت نخرج بها واخا تكون معوقه كاع، نخرجها غير في يدي، انا باغيها. إذا عجبك المحتوى كيشرفني بزاف تنضم لعائلة فويس ليك، وهي عبارة عن شخصية اصطناعية مع صوت حقيقي اللي كيوصل ليك أخبار ووقائع بطريقة خاصة. دمتم في رعاية الله.